صباح الخير يا جماعة. صباح الخير. قهوة الصباح. معكم المحلى. محلى تيك توك ميم تونسية. اليوم والله أنا نشوف معناها مدة طويلة. معناها نشوف في الأزياء التقليدية، وقفطان المغربي وقفطان الجزائري، وتونس مغيبة من هالقفاتين هذية. اي، لكن انا باش نقول لكم باش نحكي لكم خاطر شنو هي مساله استواغ دو مود، راهي مش مساله قفطان مغربي قفطان جزائري كذا كذا، لا مش مساله هكاك راهي، ولا واحد ياخذ تصميم غير تصميم. لكن البدايه كيف انا شو، انا مستعرض كان بالبدايه بعمري ما نمشي هكاك. الاستواغ دو لا مود، هي الاستواغ دو لا مود. انا عندي هوني كتاب، اها ريتو كيفاش. هذايا هاو ليستواغ دو لا مود، ريتو هذايا ليستواغ دو لا مود من عام 800 ومن عام 300 وكذا، ريتو كيفاش. معناها انا نمشي بالادله ما نمشيش هكاكا. وليستواغ دو لا مود هذايا فيها كل شيء. بساعة اول ما نبداو ساعة بال نبداو ساعة بال 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 ايجيبت. هي اول ما بدات الموضه في الدرابيه. اول ما بدات الموضه بتاع الدرابي. الدرابي شنو هو؟ التكميش، لكن التكميش بتاع القماش يولي درابي. اها ريتو، اها والتكميش هذا كي يعملوا هكا يلموها. هذه اللي غيوغ هذوما تسمى درابي. هذه كانت قبل الفراعنه ايجيبت، هاي كريتها ايجيبت عام 1200. هاي كان هما اول ما عملوا الدرابي، اول ما خلقوا الدرابي كان عند ليجيبسيان او محطوط في الكتاب. هذا ساعة بالنسبة للموضة اللي هي ايجيبت، اللي هي عرب ايجيبت. فهمتني؟ هي معناها نسبوها للعرب خاطر ايجيبت كانت فيها ديانات من العربية. عندك زاد هذية، عندك هذية زاد، عندك شو اللحاف. ريت اللحاف هذا الحايك. هذا الحايك قبل شو هالحايك. الحايك هذا كانت قبل في تونس يلبسوه برشا. الحايك يلبسوه في المغرب ما يلبسوش، وفي الجزائر ما يلبسوش، لكن كان في تونس يلبسوه ياسر الحايك والابيض. وكانت وتو مازال الحايك في اثيوبيا، الحبشيين طريقة السمسار بتاعهم هو الحايك، ونفس الموديل يعملوا هكا عليهم وكذا كذا. هذه بالنسبة للموضة بتاع الحايك وبتاع اللباس. خاطر العرب قبل ما كانش تلبس، العرب قبل كانت كل نوع الفولاغ. فهمتني؟ كانوا كل نوع الحاجة يرموها كيكة ويعديوا. فهمتني؟ العرب كانوا كل نوع هذا. ريت العرب كيفاش كانوا هكا، ما كانش عندهم لباس العرب، لا مغرب لا حتى شيء، ما كانش عندهم لباس. هما كان لاهين بالدين، وكانت لي زارتيزون كانوا لي افريقيا. شكون افريقيا؟ هي السودان واثيوبيا، خاصة اثيوبيا كانت هي الحضارة متاع الخياطة ومتاع الواحد. وعندك التوابل كانت اليمن كانت هي مشهورة والتوابل بتاع اليمن كانت أصلا كحول. اليمنيين هم أصلا سود، لكن لما جيت الحروبات والعرب نحاوا السود وحطوا الابيض هو اللي ولا هو يظهر اللي هو صاحب البلاد. معناها برشا حضارات راهي تبدلت وتقلبت. لكن انا مش نقول لكم الاصل نتاع الجبه نتاع المغرب هي اصلها هي افريقيه. افريقيه باش نوريكم انا الموديل كيفاش الافريقي كيفاش يعملها. ساعة الموديل هذاك هما شنو الافارقه قبل ما هما عايشين على الغابات وعلى الحيوانات وكذا، وكانوا عندهم الحيوانات برشا في الفوغي في الغابات، وكانوا يصطادوا الحيوانات ويحطوا الجلد نتاعهم يشيح، وبعد يجبدوه وينحوا له الريحه وكذا كذا، يعملوا له تحنيط وكل شيء. ومن بعد ايش يعملوا؟ يشدوا العظم يعملوه إبر جيدة، وينقبوا العظمة من الوسط، ويشدوا المصران يشيحوه، وبعدين يعملوه ديفيلي هكا شويه معناه جيد كيما تويكا في الميديسين في الطب اللي يعملوا غرز بالمصران حاسيلو، يعملوا هكاكا وكانوا يخيطوا به. هذه في البدايه الاولى
فهمتني؟ هما كانوا لي زارتيزون نتاع العرب ونتاع الكنعانيين ونتاع الرسول وكذا كذا. هما حتى السروال العربي هما اللي عملوه، هما اللي عملوه. كانوا العرب يمشيوا للسنغال، للسنغال ويمشيوا لك البلدان الافريقيه، كانوا يهزوا اللبسه، كانوا يهزوا اللبسه ويهزوا التوابل، التوابل يهزوها من اليمن. فهمتني؟ كانوا يهزوا ويمشوا يتاجروا، خاطر العرب قبل كانوا تجار كما اليهود، كانوا تجار يهزوا يسافروا يتاجروا ومن بعد يرجعوا لمكه ولا يرجعوا وين، فهمتني؟ باش يقضيو شهورهم مكه. خاطر هما العرب كانوا ياسر تجار، ديما يسافروا، يسافروا لوين؟ يسافروا لافريقيا. وافريقيا كانت هذيك زاده حتى من الاوروبيين قبل كانوا يمشيوا غاديك، فهمتني؟ وياخذوا حتى اللبسه هذه، خاطر عندهم هما اللبسه زاده هذه. انا باش نوريكم، خاطر انا شفت لو بروميير موديل نتاع الجبه. الجبه ان تي جامي كريي باغ لي ماروكان، عمرها ما كانت خلقوها المغاربه ولا الجزائريه ولا حتى التوانسه، هما عملوها الافارقه. فهمتني؟ خاطر العرب قبل كما قلت لكم كان عندهم زي اللحاف، كان اللحاف يعمل كل ماليه في تونس، الماليه في تونس المغسو نتاع قماش يعملوا هكا، يعملوا هكا يدوروا عليهم ويعملوا هكا حزام ويمشيوا. فهمتي؟ كانت هكاك راهي، ما كانتش. لكن هما الافارقه باش نوريكم لو بروميي موديل اللي تاعكم عاش تشوفوه. هذيا راك شفتوا كيفاش بوبو، هذيا اول جبه تعملت في افريقيا. الجبه كانت رتوها كيفاش انت شو من البوش، من لابوش نتاعها تعرف اللي هي اوريجينال افريقيا. هي كانت هكاكا ريتي، هي كانت هكاكا معناها هي شو يقبوا الراس ويشدوا منه ويعديوا. هي كانت معموله بالجلد، وبعد قعدت طويقه قديمه كذا وعملوا لها طويقه ولات جديده، عملوا لها لون وتكستيل وكل شيء. لكن في الاصل هي كانت مغسول قماش، وكانت الجبه كيكه ريتوها كيفاش الجبه. واليدين ريت اليدين كيفاش، اليدين جونغ كيمونو. وهما بيدهم لما عملوا اليدين ما فصلوش اليدين، خرجوا اليدين من البدن، معناها ولات كيمونو اللي تويك الصين خذيت الموديل نتاع اليدين نتاع الكيمونو سمته عليها هي. تو يقول لك الكيمونو اصله من الصين، خاطر الصين التراديسيون نتاعها تعمل ديما كيمونو، يقول لك كيمونو الصين، وهي ماهيش من الصين. هي اصلا من الجبه هذه، الجبه اللي خرجت اللي هما ما فصلوش اليدين، يخرجوا لطرف قماش ديريكت تمشي هكاكا. هما طبعا ما همش عارفين اللي هي كيمونو، ما عطاوهاش اسم، فما هما عملوا جبه ما عطاوهاش اسم، فهمتني؟ سموها بوبو. هذه جبه القديمه نتاع هاي اللي توها كيفاش الواحد هذه هذوما الفراعنه زاد هكاكا كانوا هذه بالنسبه اللي باش نحكي لكم انا. معناها على الجبه كيما اصلها هما شنو الجبه الزفريكان كيعملوها كما نقولوا خذاو الجلد نقبوه في الوسط على حسب الراس، فهمتني؟ على حسب الراس ودخلوه وعملوا منا خيطوه بالخيط بتاع المصراع، وقعدتش اليدين ماشيه هكا، اليدين ما تفصلتش قاعده عامله هكا. لما اليدين ما تفصلتش قعدت اليدين هكاكا معموله كل كيمونو. شو اسمه هذوكم جماعه الصين لما شافوا اليدين خارجه ومن بعد هي شو بعد خذاوها الاوروبيين، الموديل هذاك خذاوها الاوروبيين، فهمتني؟ كقاعده باش بداو يعملوا الباترون نتاعهم، معناها ولات سيغ ميزور وعملوا لا مانش. لكن التكنيك الاول ما كرييه هي جبه هذيك واحد. وهذه من ناحيه هذه، ومن ناحيه اخرى باش نحكي لكم على القفطان كيفاش حكيت لكم انا تويكا على الجبه الاصليه كيفاش، فهمتني؟ لكن القفطان حاجه اخرى. خاطر شوف هذوما الاوروبيين لما استعمروا الدول العربيه ودخلوا هما باش يبيعوا السلعه نتاعهم، خاطر هما جابوا السلعه نتاعهم من بلدانهم. لكن العرب ما لبستهاش، خاطر العرب وقتها كانوا يحبوا حاجه واسعه كالجبه، يحبوا حاجه واسعه ما تظهرش البدن كذا محترمه، فهمتني؟ حاسيلو انا طريقه كملت من الفيديو هذا تاع الجبه. باش نحكي لكم من بعد عندي فيديو اخر باش